بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي البشير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أصدقائي الأعزاء، تحية ليكم من القلب، وحفظكم الله جميعا أينما كنتم. ما ننساش ندعي لأهالينا في فلسطين. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مبينا، اللهم آمين يا رب العالمين. في البداية بنبارك للرجالة اللي في الشاشة ورايا دول، كتيبة أوجستي رجال الأهلي وكتيبة أوجستي لكرة السلة. 3-0، 3 ماتشات ورا بعض 3-0. النهارده امبارح بالليل كان الماتش الثالث اللي هو 3-0. بنبارك لهم ريمونتادا خيالية عبقرية. كان الفرق بينهم وبين النادي الزمالك العادي لما نحب نسلم نلعب الزمالك سلة، كان الفرق 10 نقاط و11 نقطة وخلاص، وسلمنا ولمينا الورق وخلاص وتمام. وبقينا يعني أنا شخصيا فقدت الأمل، لأن في لعبة السلة حرق أعصاب بجد بجد. لكن رجالة أوجستي روقوهم النهارده بريمونتادا عبقرية خيالية، وانتهت المباراة 83-80. وكده احنا في السوبر هنستنى الاتحاد والجزيرة الفايز منهم يقابلنا في النهائي ان شاء الله. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمة. عقبال ما نبارك النهارده مع بعض بعد المغرب كده، بعد ما تخلص مباراة الاهلي وبلدية المحلة ان شاء الله، ونبارك لبعض على الفوز باذن الله عشان ناخد العلامة الكاملة في الاربع مباريات اللي لعبناها قبل ما نروح للترجي ان شاء الله. هنبارك باذن الله بمشيئة الرحمن، هبارك لكم باذن الله على الفوز وباداء محترم برضه وسكور محترم باذنك انت يا رب، مشيئة الرحمن وبعزيمة الرجاله. طيب، هنتكلم اولا عن المباراة الساعة 7 على الأون تايم سبورت الأولى، طبعا بتعليق طارق الأدور. الإحصائيات بقى بتاعته هو بقى يعني هو كويس وكل حاجة، بس إيه حكاية الأون تايم سبورت مع النادي الأهلي؟ فين عفيفي؟ فين الكاشف؟ الكاشف كان بيعلق على مباراة قريب. فين الكاشف؟ انتوا بتمنعوا عننا الكاشف ليه؟ عشان بيقول إفيهات بتزعل ناس كتير، بما فيهم قناة الأون تايم سبورت جايبين لنا، مع احترامنا الكبير لكل المعلقين. بس يا اخي مباراة، يعني مباراة جميلة وجماهيرية وزي الفل، هات فيها حد يقول لك قطايف ولطايف وحلويات، ولا انت ما بتحبش الحلاوة ولا ايه؟ ولا القطايف ولطايف؟ شكلك كده الأون تايم زي عاملة البين ان سبورت، دايما بتصدر لنا علي محمد علي. هنعمل مصر وعلى راسنا من فوق، بس هو ما هو لو يظبط نفسه على عيننا وعلى راسنا. المهم هتبقى الساعة 7 على ملعب استاد المحلة اللي هو بلدية المحلة ان شاء الله. وقلنا التعليق للإدوار. الحكام حكم جديد انا اول مرة اسمع عنه، محمود ناصف، ومعاه طارق مجدي على الفار. يا رب يكون الفار صاحي بكرة ومظبط كده واخد الفيتامين عشان ايه ما يغفلش، وما نلاقيش مثلا حد حاطط الفيشة وبيعمل شاي ونعسان. الدنيا مش مستحملة اطلاقا اطلاقا اطلاقا. يعني بسم الله ما شاء الله، الحكام عاملين الواجب وزيادة الفرق التانية. اعمل اللي يمليه ضميرك المحترم الصاحي، مش الميت، لا الصاحي. عايزين ضميرك يبقى صاحي يا عم محمود يا ناصف، وربنا ينصفك بكرة وتبقى اسم على مسمى بإذن الله، بإذنك انت يا رب. كولر هيعمل ايه بكرة؟ بلدية المحلة تقريبا المدرب الفني بتاع احمد رؤوف لاعب الزمالك. انا بحب المدرب، تغير ما تغيرش مش فاكر والله بالامانه، بس هو مدرب 10/10. انا بحبه جدا. والمحله طلع مع احمد عيد عبد الملك حبيب الاهلاوي، طلع. والف مبروك للمحله، والف مبروك لبتروجيت، وان شاء الله نقول الف مبروك للمنصوره باذن الله، باذنك انت يا رب، في مباراتها مع سبورتنج الساعه 3 بكره يا جماعه على الاون تايم سبورت رقم 2 باذن الله. الغندور تقريبا هو اللي هيحكم المباراه دي.
في اسكندريه في بترو سبورت ان شاء الله. يا رب نبارك، يبقى اتنين يعني الدنيا تبقى ليله جميله بقى للمنصوره وللاهلي باذن الله. كولر هيعمل ايه؟ اولا بلديه المحله هتلعب للفوز على ارضها في وسط جماهيرها، لا بديل عن الفوز. واذا ربنا كرم هيقول لك انا اخلع بنقطه حلوه قوي، ده انا بلاعب كبير القاره، يعني سيد القاره وكبيره سيد القوم. فلما يتعادل مع الاهلي يعتبر فوز بالنسبه لبلديه المحله. اما الاهلي بيطمع في الثلاث نقط، لا محاله، لا محاله عن الثلاث نقط. نكمل ال 13 ال 12 نقطه الدسته زي ما نكملها ان شاء الله دسته، نقفل الدسته بالنسبه للاميره السمراء باذنك انت يا رب. فاحمد عبد الرؤوف او احمد رؤوف المدير الفني لبلديه المحله هيلعب على الفوز ولا بديل عن الفوز. بلديه المحله بتلعب كره حلوه قوي، عندهم المهاجم اللي اسمه احمد اللي اسمه حسام، ده جايب 12 هدف، مهاجم الناس لازم تبص عليه. ده لازم، عبد المنعم مش موجود بكره، عبد المنعم عشان الايقاف. فهنقول بقى مين اللي راجع ومين اللي قاعد ومين اللي طالع فني ومين اللي طالع للاصابه والكلام ده كله. فبلديه المحله هتضغط وهتلعب لعبها العادي جدا بحيث انها تسجل هدفها وحقها الشرعي وحقها المشروع انها تسجل وتكسب عادي جدا. اما كولر الماسترو كولر هيعمل ايه بكره؟ نقول اولا القايمه، نقول القايمه الاول. القايمه من الخلف طبعا استبعاد الشناوي، استبعاد يعني غير يعني لسه ما اكتملش، لسه مع السوليه مع عبد القادر دول لسه ما اكتملوش. واستبعاد حمزه علاء اللي هيكون في خط حراسه المرمى هيكون طبعا مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف والزنفولي. نروح لخط الدفاع. فطبعا يا جماعه عودة ياسر إبراهيم عودة رائعة وعودة حميدة بإذن الله، وعودة ربيعة من الإيقاف، ما كانش إصابة ولا حاجة. ومعاهم بقى معلول ومعاهم محمد هاني ومعاهم عمر كمال عبد الواحد ومحمود متولي. الخط بستة كفاية حلوة أوي ورضا أوي. استبعاد برضو إيه الدبيس ل استبعاد فني. تمام. نروح لخط النص المزدحم والمدجج بالنجوم. احمد عبادل مش موجود، استبعاد برضه ليه؟ لعدم الاستكمال، يعني لسه مش جاهز، عدم الجاهزيه. احمد عبد القادر مش موجود. عندنا مين كمان هيكون موجود؟ اكرم توفيق وكريم فؤاد وعاشور. رجع عاشور رغم اننا كنا نفسنا يريح عاشور، واعتقد انه مش هيبدا بعاشور لان عوده قفشه مع رضا سليم مع الشحات مع كريم نجبد مع تاو وعودة تاو برضه، يعني الدنيا كلها متظبطة في خط النص. طاهر إبعاد برضه لسه عدم جاهزية، يبقى طاهر والدبيس والسليم. ها تمام تمام التمام. الخط الأمامي موديست وكهرباء. تقول لي أبو علي فين؟ هقول لك أبو علي إراحة للراحة، استبعاد للراحة، لأن الراجل لعب كام ماتش مع بعض وكان بيبذل مجهود، لأن وسام بيعمل مجهود جبار في الملعب. احنا بس مجرد ما بنشوف الشاشه بس، لكن لو انت موجود في المدرجات، لو انت موجود في الاستاد تشوف كل واحد بيجري قد ايه، رايح جاي مكوك. فهو راحه، وفعلا كولر اتصرف صح جدا جدا. فان شاء الله هيبدا بكهرباء تقريبا باذن الله ان شاء الله. كنا نتمنى ان هو يريح امام عاشور لان برضو امام عمل مجهود كبير، لكن اعتقد يعني بنسبه كبيره مش هيبتدي بامام. واذا ابتدى بقى هو طمعان في الثلاث نقط يقول لك يا عم انا ايه اخلص من الاربع مباريات، انا خدت ثلاثه، ما تجيش على اخر مباراه وايه وافتي والف. واللي موجودين في خط النص يسدوا كلهم. عوده قفشه عوده حميده ان شاء الله وما تتكررش تاني. عمليه الزوم يا عم قفشه الله يرضى عليك. وناس تقول لك الشناوي زعلان انه يقعد على الخط، وناس ومواويل ومواقع وصفحات وهبد ورزع زي ما انت عايز تقول. يا عم الحاج، يا الله يرضى عليكم، الشناوي لاعب محترف
لاعب عنده خبره السنين، لا احسن لاعب، خد احسن لاعب في افريقيا واحسن حارس، واحسن حارس رقم واحد في مصر، لا خلاف عليه. مش الشناوي اللي يغضب ويزوم ويقلق ويقول لك ما عودش لا مؤاخذه لاعب صاعد. ده الشناوي مساند وداعم بقوه لمصطفى شوبير، واما يكون جاهز يتفضل، مفيش مشكله خالص. يقول لك ده كولر مش عارف ايه ومتزمزق وبيزوم وجاي له عروض وهيمشي والخطيب اداله الاشاره. يا عم الله يرضى عليكم، ارحمونا بقى شويه، ارحمونا ارحمونا، بطلوا هجس البلد بقت كلها هجس في هجس. كله بقى عبعال، كله بقى عبعال، يطلع يهبد ويهجس، وهو نفسه حلف بالمصحف ان هو هجاص. هيعمل ايه؟ هادي يلعب بشوبير في حراسة المرمى. الخط الدفاع تقريبا والله اعلم هيبدأ بعمر كمال ومعلول، لان معلول ارتاح بقاله ماتش، وهيلعب برامي ومحمود متولي، مش هيجازف وينزل ياسر ابراهيم في البداية، والله اعلم، ده رأيي الشخصي. واتمنى ماتش مش تقيل ومش سهل، عشان نكون واضحين، الماتش مش تقيل ومش سهل، والكورة ما فيش فيها في المتناول ومش في المتناول، لا الكورة بتقلب في ثانية. لازم تحترم الخصم مهما كان ترتيبه في الجدول ومهما كانت إمكانياته الفنية. احترام المنافس بيوصلك للي انت عايزه، ده شيء واحد. احترامك للمنافس بيوصلك للشيء اللي انت عايزه. ناخد الثلاث نقاط، نأدي إلى حد ما بهدوء، عشان رايحين لمعترك تونسي مصر، نهائي ابطال افريقيا. فمش محتاج، مش الله يسهل كده يطلعوا اللعيبه، اهم حاجه ما فيش اصابات، ونرجع من المحله مجبورين الخاطر بالثلاث نقاط. نخش مع حضراتكم لخط النص. هيلعب كولر بخط النص، هيبتدي كوكا طبعا مستبعد برضه لعدم الجاهزيه. هيبتدي بمين؟ اكيد بمروان، واكيد ممكن يبتدي بندفد، وممكن يبتدي بقفشه. هيريح امام عاشور، يقول لك ابتدي بقفشه، واذا ابتدى بقفشه بامام عاشور هينزل قفشه في الشوط الثاني. فهي يعني قدامه 100 خيار و100 يعني هقول لك ايه، اختياراته كتير. خط النص ما تقلقش عليه، ما تقلقش على خط، ده خط النص المنتخب، ده خط نص المنتخب، والدفاع خط الدفاع المنتخب. وعشان كده حسام حسن هياخد 2 حراس مرمى، والخط الخلفي والنص كله، وكهربا ياخده طبعا يعني هياخد حوالي 10 لعيبه من النادي الاهلي للمنتخب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طيب هنروح للحته الهجوميه. مش ما فيش قدامه غير كهربا، لا يمكن يبتدي بموديس، هياخد ازاز ميه بالهبل. ها والله اعلم، بس انا اؤكد انه هيبتدي بكهرباء. هو الراجل، يعني انا لو مكانه اقول لك اضمن المباراه في الاول، ربنا يسهل كده ونجيب 1 و2، وبعد كده الامور ماشيه والدنيا زي الفل، ممكن بقى ربع ساعه موديست، ممكن انزل قفشه نص ساعه مع نهايه المباراه، او ينزل مع بدايه الشوط الثاني لو الامور متظبطه. لو الامور متظبطه ومفيش عقربه ان شاء الله او عقربه، ما يبقى يمشي على هذا المنوال. مفيش غير كده باذن الله، ان شاء الله بمشيئه الرحمن هنرجع مجبورين الخاطر باذن الله من المحله الغربيه ب3 نقط ان شاء الله للتتش على طول، ونجهز بقى ونرتب اوراقنا للسفر ان شاء الله. هم تقريبا هيسافروا يوم الاربع على رادس على تونس باذن الله بسلامه الله، مصحوبين بالسلامه ان شاء الله وبالصحه والعافيه، ومفيش اصابات ومفيش اي قلق اطلاقا. وما نسمعش كلام بقى الترجي اتغلب مش عارف ايه وطلع مكاس ايه، كل الحاجات دي ما تهمناش. المباريات الكبرى بتختلف عن اي مباراه بقى في الدوري في الكاس ما نلزمناش ولا نسمع اصلا. طلعوا ما طلعوش، اتغلبوا 10-0 2-0 3-0 ما يلزمناش. مش معنى كده بقى ان احنا رايحين بقى وضامنين ومظبطين
لا لا، الله يرضى عليكم. مباريات الذهاب لها حساب ومباراة الإياب لها حساب بإذنك أنت يا رب. هنتكلم بقى عن مباراة الترجي في حلقات قادمة إن شاء الله، وفيديو قادم إن شاء الله بإذنك أنت يا رب. في النهاية بقول لحضراتكم إن شاء الله أبارك لحضراتكم بكرة الليلة إن شاء الله لصعود المنصورة. أمنية لازم يعني نفسي تتحقق لجماهير الدقهلية. ما ينفعش نادي المنصورة يبقى خارج الدوري الممتاز، ما ينفعش. محافظة بحجم الدقهلية من أكبر محافظات الجمهورية، ما ينفعش ما ينفعش. ولما نوصل لنا كلام بقى مع الناس كلها نعمل إيه ونسوي إيه ونظبط إيه. بإذن الله منصورة منصورة، والأهلي راجع بالثلاث نقط ومجبور الخاطر بإذنك أنت يا رب. في النهاية ما تقلقوش بإذن الله على الأهلي. الأهلي بمن حضر، والدنيا ماشية زي الفل، وصباحكم زي الفل إن شاء الله. وفي النهاية بقول لكم ما تنسوش المتابعة واللايك على الفيس، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والشير. وجزاكم الله كل خير، وصلى على حبيبي وحبيبكم النبي الهادي البشير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سلام.